حمدي. وهيبقى على ايدك اليمين ادي المذيع الداخلي عبد الله عبد السلام احمد صلاح. رقم 6 لوجي سيلفر توري المحترف الايطالي رقم 6. وبعديه عبد الحليم عبو رقم 3. محمد عادل سوري دولا رقم 10. وادي الكوبي جارسيا ليبرو الفريق رقم 11. وادي رقم 18 احمد سعيد. ده تشكيل النادي الاهلي. ومعانا عبد الرحمن الحسيني رقم سعودي، عبد الرحمن السعودي سوري رقم 5. ده تشكيل النادي الاهلي بيقروا في بدايه اللقاء. تشكيل نادي الزمالك على ايدك اليسار امام حضراتكم بالزي الابيض. رقم 11 احمد يوسف. محمد المهدي رقم 6. رقم 3 اشرف اللقاني. رقم 15 محمد مجدي. رقم 17 رضا هيكل. رقم 22 محمد لعبه. وليبرو الفريق رقم 10 من نادي الزمالك محمد رضا. وليبرو الفريق في نادي الاهلي يوندر جارسيا الكوبي رقم 11. وادي الفريقين في ارض الملعب امام حضراتكم. وهيبقى على ايدك اليمين نادي الاهلي بزيه الاحمر التقليدي، ونادي الزمالك بزيه الابيض التقليدي على ايدك اليسار. طبعا عناق ما بين الفريقين ولاعبي الفريقين عبد الله عبد السلام واحمد صلاح ورضا هيكل. طبعا كلهم اصدقاء في الملعب وحبايب، وطبعا يعني كلهم بيسلموا على بعضهم. يعني ده حاجه جميله جدا وحاجه كويسه. كل لاعبي الفريقين بيسلموا على بعض من تحت الشبكه، وده شيء ظريف في مباراه القمه الخامسه اللي في صاله نادي هيئه قناه السويس. وطبعا قناه النادي الاهلي بتنقل لحضراتكم هذا اللقاء حتى تستمتعوا بمشاهده فرق النادي الاهلي في كل الالعاب وفي كل المجالات. على ايدك اليمين النادي الاهلي والارسال مع النادي الاهلي احمد سعيد شفيق رقم 18. يمكن يا دكتور مهم جدا للبدايه. الاول بحيي حضرتك، ومهم جدا جدا البدايه. دايما البدايات بتحدد مصير الشوط. يعني سعيد النهارده على السيرف دي حاجه كويسه طبعا ومهم جدا النادي الاهلي يعني يفرق بنقطتين 3 في البدايه عشان نرتاح يا دكتور باذن الله. اكيد طبعا الاهلي احسن وتشكيله افضل، لان الزمالك عنده في بعض الاصابات اللي انا عرفته، واللاعب التركي ما شاركش لعدم اشراكه او ادراكه في سجلات الاتحاد حتى الان. دلوقتي دي نقطه يا كابتن زي ما حضرتك شايف. بدايه جيده الحمد لله 1-0 للنادي الاهلي. واحمد سعيد كلاكيت تاني مره على الارسال. احمد سعيد فضل الارسال الاول يعدي بيه الشبكه، بس الارسال الثاني بقى اقوى. لا يا احمد يعني معلش المره دي ما جراش حاجه. هو لسه بدايه الشوط والنتيجه 1-1 والارسال مع نادي الزمالك. بيتهيألي لو قللنا اخطائنا النهارده كالنادي الاهلي بيتهيألي ان شاء الله ممكن المباراه تعدي علينا يعني اسهل كتير باذن الله. زي ما دايما بنقول يا كابتن هيثم، دايما التغطيه على خط الصد والتغطيه على الضارب والاستقبال دول 3 مهارات لو لقيناهم في اي فريق هيكسب اي فرقه قدامه. نعم، استقبال جيد جدا من سعيد. واعداد محمد عادل وضربه ساحقه من رقم 6 لوجي المحترف الايطالي، وبتيجي في المهم في النقطه دي ان احنا كسرنا سيرف مهدي. ليه؟ لان مهدي ده ارساله قوي جدا. فيا زي ما كان ضيوفي في الاستوديو التحليلي كابتن زكريا وكابتن حسام شعراوي كانوا بياكدوا مهدي سيرفه ما يقعدش اكتر من سيرفه. ويمكن احنا اتكلمنا عليه في الماتشات اللي فاتت يا كابتن. صحيح. عادل على ارسال واعداد خلفي، وادي ضربه ساحقه ضعيفه من رضا هيكل. مره ثانيه نادي الزمالك بيحاول يبني هجمه، لكن الاهلي اهو عبد الله عبد السلام بيرفع هناك للايطالي، ولكن ايده بتيجي في الشبكه. ونقطه على النادي الاهلي ونقطه التعادل للزمالك. 2 الزمالك 2 الاهلي. شاف حسيت ان الويجي كده نزل يعني نازله غلط شويه بس الحمد لله كويس. خدها سريعه او اهو حضرتك طالع يعني بص نزل حتى رجله دخلت جوه شويه. الحمد لله بسيطه، الحمد لله بسيطه. الارسال مع نادي الزمالك رضا هيكل رقم 17 يلعب ارسال من اعلى من اعمده فريق نادي الزمالك. ارسال من اعلى قوي. استقبال الاهلي اعداد عبد الله ضرب سريع من مركز 3 من احمد سعيد خلفي. يعني بصراحه برافو احمد سعيد. مره ثانيه احمد صلاح
وادي لا يا ضرب ولد. سريع من عبد الرحمن سعودي يا ولد يا ولد. وتيجي في رضا هيكل وتبقى خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه حلوه النهارده سريع. لازم نعتمد على بالظبط. الضرب السريع من مركز 3. وعبد الله عبد السلام في الثلاث اربع كور اللي فاتوا نوع طبعا نوع لازم ادى لويجي واحده لازم يدي خلفي وامامي وادى وسريع. لسعيد. الله ينور عليك. يعني هو هنا منوع عشان ما يحفظوش لعبنا. فالحمد لله احنا ماشيين بشكل جيد، ومحتاجين نركز ونقلل اخطائنا اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. والارسال مع احمد صلاح بيلعب بالذراع الايسر، استقبال محمد رضا، اعداد ضرب صاحب، استقبال مره ثانيه من احمد سعيد، اعداد عبد الله هناك لمركز 4، ولكن زي ما حضرتك قلت لوجي يعني مش طالع برضه مش واخد الخطوات الارتقاء، ومش واخد الوثبه اللي هي تديله ان هو يضرب ضربه صحيح قويه يا كابتن. فسهل البلوك على نادي الزمالك، والنقطه نزلت في ارض 3-3 ولعب على الارسال رقم 22 من نادي الزمالك. ارسال من اعلى، لعب بيركز، ارسال قوي، استقبال احمد سعيد، عبد الله عبد السلام، احمد صلاح خارج الملعب. خارج الملعب. معلش يمكن ده اول تقدم نادي الزمالك في الشوط ده. 4-3 اول تقدم لنادي الزمالك. ان شاء الله نكسر الارسال باذن الله. الحمد لله حتى الان احنا ناجحين في الاستقبال بشكل جيد على سيرفات او ارسالات نادي الزمالك، بس محتاجين نخلص احسن من كده ان شاء الله. الفينش بتاعنا ادي سياده الوزير مع معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي والكابتن خالد العوضي بيشاهدوا المباراه من المقصوره الرئيسيه بصاله قناه السويس، نادي هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. وادي لعبه على الارسال، استقبال من جارسيا، وادي محاوله مره ثانيه من برضه ايده مفتوحه في الزاويه يا كابتن في الضرب. لويجي يعني هو عبد الله عبد السلام عايز يدخل لويجي في الماتش. ولكن لويجي يعني لسه ما دخلش في الماتش. واهو طالع، تحس ان ايده ريست ايده زاويه الضرب جسمه مش معدول، وجسمه مش معدول، ما خدش الوضع صحيح المثالي للاداء الضرب. لسه ما دخلش في المباراه. 5-3 يلا نفوق يا رجاله، مش محتاجين نبعد عن السكور. محمد لعب على الارسال، ارسال قوي، نكسر الارسال، يلا برافو عبد الرحمن سعودي بيضرب من مركز 3 سريع من عبد الله عبد السلام بالمقاس، وبيجيب النقطه الرابعه كده يا دكتور. 4 نقاط النادي الاهلي منهم نقطتين لعب سريع، فده يدي لك مؤشر ان احنا محتاجين نكتر اللعب السريع. طبعا يا كابتن. وده هو في الاعاده ضربه قويه، وفي هو ضرب كمان في المنطقه الخلفيه، صحيح، ولقاها خلفيه. عبد الرحمن خد طرف عينه ولعب، عبد الله طلعه من غير بلوك، فكانت الدنيا سهله ليه جدا. على الارسال لوجي رقم 6 المحترف الايطالي في صفوف النادي الاهلي، استقبال، اعداد ضربه ساحقه ومحاوله، ولكن كده بتيجي في ايد عبد الله وتبقى تاتش بلوك، وتبقى نقطه لنادي الزمالك، وينتقل الارسال 6 الزمالك 4 الاهلي. يلا يا رجاله محتاجين الاستقبال ونقطتين كده ورا بعض ولا حاجه ان شاء الله، عشان نرجع تاني نركب المباراه زي الاول. بص حضرتك في هو طلع لوحده، عملها تاتش بلوك عشان تنزل، لان هو كانت مرفوعه له ومش كويس. ارسال من نادي الزمالك، استقبال الاهلي، اعداد عبد الله عبد السلام، عبد الله بيروح اينما توجد في الكره الثانيه. حلوه في خطا لا الرفعه حلوه، والنادي الاهلي لعبه معموله حلوه بشكل جيد. النادي الاهلي 5 6 الزمالك، وعلى الارسال رايح رقم 5 عبد الرحمن سعودي. يلا يا رجاله محتاجين النقطه دي عشان نجيب التعادل. طالع احمد سعيد وضارب، وفي خطا طبعا من الحائط الثلاثي اللي طلع من الزمالك، بس حطها صح يا كابتن. هو لعب لا احمد سعيد بسم الله ما شاء الله ربنا يحرسه، لما بيطلع وبياخد الارتقاء الصحيح وبيلعب بيجيب نقطه يا كابتن. يا ولد يا صلاح. احمد صلاح بيدافع مره ثانيه، احمد سعيد اهو طالع، يلا يا عبد الله، يلا يا احمد. برافو، بلوك يا رجاله، يلا نطلع بلوك بقى يا ولد يا ولد. لسه بقول لك البلوك. برافو هي ما تخلصش غير بلوك بصراحه. اللعبه اللي فاتت دي دوله ما شاء الله عليه، يعني ربنا يحفظه يا رب. حتى المباريات اللي فاتت لا مضلم الشبكه زي ما بيقولوا. 6-6 وعبد الرحمن سعودي كلاكيت تاني مره على الارسال. عبد الرحمن، يلا عبد الرحمن اهو بيسمع صافره الحكم الاول ناصر حمدي. استقبال من نادي الزمالك، اعداد خلفي هناك في مركز 2 وبيضرب رضا هيكل، ودفاع قوي من النادي الاهلي. ترجع ملعب نادي الزمالك وبيطلع احمد يوسف رقم 11 وبيلعب الكره. يعني كان في توفيق شويه نادي الزمالك ان الاستقبال راح لهم
او في نص ملعب نادي الزمالك بشكل جيد. كانت يعني لعبه مش بتتكرر كتير الحقيقه. ارسال مع نادي الزمالك وسبعه الزمالك، 3 على الارسال. اشرف اللقاني معد نادي الزمالك بيلعب ارسال قوي، استقبال جارسيا، استقبال مع احمد صلاح بيضرب يا ولد، ودفاع من النادي الزمالك مره ثانيه، حائط صد من محمد عادل وعبد الله عبد السلام في مركز 2. مره ثانيه نقطه للاهلي في تداخل من لاعبي الزمالك على فوق الشبكه، ونقطه بدأنا نخش سنه في المباراه يا دكتور. 7-7 يعني حاسس لعيبه الاهلي بدأت تخش سنه في المباراه، بدأت ارتقاءاتنا تبقى احسن مع الوقت، ان شاء الله هنكون افضل كتير باذن الله. عبد الله عبد السلام على الارسال، الفتى الاسمر الذهبي عبد الله بيلعب ارسال قوي طبعا. ارسال يا ولد يا ولد يا عبد الله، يا ولد يا عبد الله، ده ارسال يعني زي ما قلت لحضراتكم قوي، وجاب نقطه مباشره، جاب ايس، يا ولد يا عبد الله، نقطه للنادي الاهلي، وتقدم النادي الاهلي 8. حتى والكره لمست الشبكه ما فادتش كتير من قوتها، لان الكره رايحه قويه. ما هي رايحه ارسال قوي يا كابتن هيثم. ما شاء الله عليك يا عبد الله. بسم الله ما شاء الله. يلا يا عبد الله، عبد الله يلعب ارسال كلاكيتا دي مره، وارسال من اعلى وادي خارج الملعب. ما فيش مشكله، خارج الملعب. الريسك في الارسال مهم. خارج الملعب، هو الليبرو محمد رضا طلع عمل ايده كده انه ياخدها وسابها ان هي خارج الملعب. لازم نضغط بالارسالات، حتى لو كان هنخسر ارسال او 2، بس مهم جدا نضغط بالارسالات. احمد يوسف على الارسال رقم 11، قدامنا محمد عادل دول اهو على الشبكه، وارسال استقبال من الكوبي جارسيا، واحمد صلاح تغطيه يا رجاله على حائط الصد. مهم جدا تختار حائط الصد، مهم جدا. معلش مش مشكله. النقطه التاسعه لنادي الزمالك، 9 الزمالك 8 الاهلي. يلا يا رجاله، ارسال مع نادي الزمالك. احمد يوسف بياخد نفس وبيلعب الارسال، استقبال النادي الاهلي قوي، اعداد على يا ولد يا ولد من احمد سعيد من مركز 2 من الاعداد الخلفي الجيد من عبد الله. سعيد حطها بالخبره. يعني سعيد لقى البلوك قافل له الدنيا، حطها في جنب البلوك في حته ثانيه. بص حطها بص ما حطهاش بقوه قد ما حطها بتوجيه. لا هو اهم حاجه في حائط الصد، في الضرب الصعب يا كابتن هيثم، لازم التوجيه الاول. صح، وده اللي عمله سعيد، وجاب دي نقطه، والنتيجه 9-9 التعادل 9-9. احمد سعيد على الارسال، رجعنا تاني للروتيشن الاول قوي، استقبال، اعداد احمد. يا ولد يا ولد يا دوله، يا ولد يا دوله، عادل دوله دايما سنجل بلوك، تحس انه بلوك ثلاثي من قوه البلوك، وان هو قافل الشبكه بايده. بص يا دكتور، اهو طالع اهو عجبتني في الاعاده اهو بسم الله ما شاء الله. وخلي بالك مهدي راكب الشبكه، بس دوله طلع ضلم له الدنيا كلها، ملهاش مكان غير كل الضربات الصح. يلا يا سعيد، يلا يا احمد، استقبال قوي، اعداد خلفي اهو، ولكن لعبوا امام المره دي، ونقطه لنادي الزمالك. تاتش الحكم بيقول تاتش. ناصر حمدي اداها، وكان المفروض في اعتراض من لاعبي الزمالك، ولكن لما لقوا النقطه لصالحهم لا، هو من الاول شاور، بس يعني هو كان في اعتراض بسيط من لعيبه النادي الاهلي، بس يعني ماشي 10-10. محمد المهدي على الارسال رقم 6، رجع الروتيشن. ابتدينا بالمهدي برضه، وزي ما ابتدينا بسعيد اول سيرف في اول الشوط. لازم نركز في سيرف مهدي يا جماعه، لانه مهم جدا زي ما قلنا انه السيرف ما يقعدش كتير، خاصه قوي بتاع محمد مهدي. محمد علي المهدي ده بيلعب ارسال قوي، وبياخده اهو، بص بياخد نفس وبيلعب. استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله، وضربه ساحقه من لوجي، ومحاوله تاني من حائط الصد الاهلاوي الزوجي احمد صلاح ومحمد عادل، وادي احمد سعيد. برافو احمد سعيد، عادل لعبها كده، هتعدي مره ثانيه. يلا لويجي، يلا لوجي، لا صعبه بره في المدرجات ورا البنش للنادي الزمالك. مفيش مشكله، محتاجين نركز يا جماعه. دخلنا في النص الثاني من الشوط، محتاجين نركز، لانه الحقيقه احنا عايزين نوصل نقطه، يعني من 20 نبقى فارقين بنقطتين 3 تريحنا، ونستوعب اي اخطاء ممكن تحصل من فرقتنا او من عدم توفيق التحكيم. القمه رقم 5 يا كابتن في هذا الموسم للنادي الاهلي والزمالك، والاهلي فاز في المباريات الاربعه الاولانيين، كان منهم 2 في الدوري، واحده في السوبر، كاس السوبر بالترتيب. ادي ارسال محمد مهدي خارج، لا جوه الملعب، حكم الخط. نقطه للزمالك، عدم تقدير، قال لك هتطلع جوه قويه، زي ما حضرتك بتقول ارسال محمد مهدي يبقى قوي. المفروض ما يقعدش اكتر من كده.
هو جه في نقطه ما بين لويجي وما بين جارسيا. يعني جارسيا، فدخلت نقطه مباشره لابو 12 الزمالك 10 الاهلي. وتايم اوت طبعا محمد مصلحي ميدو اكيد يعني كابتن مصلحي عشان يركز وعشان يشوف ايه كسر الارسال ده هيتم ازاي ويمتص حماس لاعبي الزمالك ويخفف العبء شويه عن لاعبي الاهلي في فرق النقاط. مهم جدا يا كابتن. يعني انا شايف يعني الاخطاء حتى الان اللي عندنا يمكن هي اكتر شويه ان شاء الله يعني هي اخطاء مش متكرره، بس احنا احسن، احنا افضل، احنا فايزين 4 ماتشات قبل كده امام الزمالك مباراه القمه. بس خلي بالك يا دكتور المباراه النهارده بطوله، الاربعه اللي فاتوا طبعا كانوا يعني مباراه مهمه ومباراه قمه، واحنا النادي الاهلي ما بيعرفش ابدا يلعب غير للمكسب، ولكن في مباريات بتبقى على بطوله زي مباراه النهارده. دي اول مره في التاريخ بطوله كاس السوبر دي هتتكتب طبعا، والسيدات كسبوها، سيدات النادي الاهلي السنه دي كسبوها. فيعني فريق السيدات بتاعنا دايما متوج بالبطولات العربيه والافريقيه والمصريه والمحليه كل حاجه. صحيح. استقبال لوجي، اعداد عبد الله وضربه صحيحه من احمد صلاح وخارج الملعب وتاتش بلوك ونقطه للنادي الاهلي. صلاح ضرب البلوك عشان الكره تطلع بره، يعني صلاح لعبها خبره. لا البلوك عالي جدا ما عرفش يعدي منه، فقال اخبطها في البلوك تطلع بره. حتى صلاح للكره لما طلعت بره ما بصش عليها لانه كان عارف عارف هو حاططها فين. حفظ. الله اكبر عليك يا صلاح. محمد عادل دول على الارسال، ارسال من اعلى. استقبال نادي الزمالك بلوك يا رجاله اشرف يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد تيجي في محمد رضا ونقطه للنادي الاهلي ونقطه التعادل. بلوك حديدي، بلوك حديدي من صلاح وسعودي، بلوك حديدي يعني لو مين مش هيعدي منه. بالتوفيق دايما للنادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي للكره الطايره. محمد عادل على الارسال رقم 10، ارسال من اعلى بلوك رجاله ديال، وادي محاوله من رضا هيكل ودفاع من النادي الاهلي ولكن خارج مجال العبور وتبقى نقطه لنادي الزمالك. حاصل في روح على الكوره، مفيش مشكله حتى لو ما قدرناش نجيبها، ولكن في روح وكله بيقاتل انه يلحق الكوره. لازم نركز يا جماعه ان شاء الله في الاستقبال اللي جاي، ده مهم جدا. اكيد جميل من رضا هيكل على الارسال. رضا هيكل رقم 17 بيلعب ارسال قوي برضه، نحاول نكسر الارسال اهو. اعداد عبد الله هناك خارج الملعب نفس قال لك بص ضاربها في البلوك، هو ضاربها في البلوك لو صعب. ايوه لا صلاح ما شاء الله الله اكبر عليه. نقطه التعادل حتى هو بص شاور، بص بيشاور، هو عارف هو بيعمل ايه. ارسال احمد صلاح، ارسال بيجي في الشبكه، ده ثالث ارسال نخسره في الشوط ده. الشبكه يا كابتن نقلل اخطائنا يا جماعه، لان واضح ان احنا قللنا اخطائنا. الثلاث سيرفات دول كنا زماننا دلوقتي 16 14، بس مهم جدا ان احنا نضغط بالارسال بس نقلل اخطائنا. لعب على الارسال رقم 22 نادي الزمالك. ان شاء الله الاهلي يستعد للاشتراك في البطوله العربيه باذن الله من يوم السبت اللي جاي، وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. ضربه ساحقه ومحاوله من محمد رضا. البلوك رجاله اوت سايد خطا دبل حسبها دبل حسبها دبل كره دبل. حتى احمد صلاح بيوجه الفرقه 14 هو التعادل. ولوجي سيلفر توري المحترف الايطالي على الارسال رقم 6 هيلعب ارسال من عايزين نقطتين ورا بعض. يلا يا رجاله يلا يا رجاله. ارسال من اعلى مع الوزن. استقبال نادي الزمالك محمد رضا، اعداد اللقاني يلا عبد الله ومحاوله كده لحقت الصد الاهلاوي وجارسيا بيلعب الكره بصوابع ولكن بيعديها عبد الله عثمان طبعا سريع يا ولد. صد من عبد الله ومن عبد الرحمن سعودي ومحاوله مره ثانيه بلوك ثلاثي نقطه للنادي الاهلي. عبد الرحمن سعودي احمد سعيد. ايوه حلوه يا كابتن اللعبه الحلوه حتى كابتن محمد مصلحي ميدو عجبته. الاحلى من اللعبه دي يا جماعه لو بنعيدها، سعودي طلع على السريع. سعودي لا دي الضربه العاديه بتاعت هيكل بالبلوك قبليها. سعودي طلع سنجل بلوك على ضرب سريع، ارى ان في لعب سريع فطلع بدري خد البلوك اللي كانت قبل دي على طول. بص اللعبه الحلوه حتى المدير الفني نفسه يعني حلوه طلع بلوك رافع. 15 النادي الاهلي 14 والوقت تايم اوت على طول يا كابتن. احمد عاشور اللي بيدير اللقاء بعد اعتذار او استقاله الكابتن شريف الشمرلي بعد الخساره اللي كانت قدام النادي الاهلي بصاله. انا شايف يا كابتن في مدرجات كابتن طارق الغنام
نجم النادي الاهلي طبعا في كره السله في المطاردات بيحضر المباراه، ويعني هو مدير اداري طبعا الفريق الاول حاضر المباراه. هنا النادي الاهلي كله بيدعم كله واقف ورا كل الفرق الحقيقه خاصه المباراه زي دي مباراه مهمه جدا، ومحتاجين بقى يا كابتن النقطه اللي جايه. يعني انا كان نفسي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ياخد اتوبيس انت ولا حاجه كان يروح. ما خلي بالك كابتن في قايمه بتروح باسامي موجود قطاع الناشئين. اتحاد الطايره كابتن ده الرولز والنادي الاهلي دايما بيلتزم. هقرب من الجون ده ارسال وحش من رابع ارسال لوجي. لا لوجي لازم نعدل شويه. انا متهيألي لو كابتن صبحي عمل تغييره. يعني احنا محتاجين نركز 4 سيرفات في الشبكه او ارسالات في الشبكه في شوط واحد. انا اتصور ده كتير شويه، صعب شويه. محتاجين نركز، ومع ذلك احنا متعادلين. الاستقبال ده مهم جدا. 15 ارسال النادي الاهلي، استقبال اهو جارسيا، اعداد عبد الله هناك في مركز 4 واحمد صلاح. لا لازم نغطي يا جماعه. هو يمكن سعيد بيعاتب نفسه كده شويه ولا حاجه، بس احنا محتاجين التغطيه ورا البلوك. هو سعيد طلع وضرب بس غصب عنه. المفروض كان في تغطيه على الضارب يا كابتن هيثم. يعني هو طالع وضارب. هو كان المفروض في تغطيه. هي جت في نقطه صعبه شويه يعني، معلش ده وارد، بس المهم ان احنا نركز اللي في ايدينا. طبعا اللي في ايدينا ما نسيبوش. يلا 16 الزمالك 15 الاهلي. مع الارسال استقبال جارسيا، اعداد عبد الله واحمد صلاح. يا ولد يا ولد يا صلاح. حلوه بصراحه، يعني كده كوره ملعوبه بالمقاس. انا شايف ان صلاح الشوط ده هو هداف الفريق، يعني بالعين المجرده كده هو الله اكبر، هو هداف الفريق والضارب الاساسي النهارده في الشوط ده. كمل يا صلاح على كده ان شاء الله، لو كمل كده هيبقى قوه ضربه لينا. طبعا الكابتن عبد الله عبد هو كابتن الفريق وبيوجه لاعيبته طبعا، وكان بيقول لاحمد سعيد دلوقتي يعني تطلع وتضرب وتعمل، فهو طبعا كابتن الفريق فاكيد بيوجهه. عبد الرحمن سعودي على الارسال رقم 5. يا 5 ارسال في الشبكه. محتاجين نركز يا جماعه كتير جدا ارسالاتنا في الشبكه. طب ابسط يعني اضعف الايمان نعدي الكره من الشبكه. معلش ايزي حتى انا مش هلعبه عالي ولا هلعبه. وارد جدا يحصل كده وما نبقاش متوفقين، بس المهم ان احنا نقاتل في اللقاني على الارسال بيلعب ارسال، استقبال من احمد سعيد، اعداد خلفي احمد صلاح لعبها الجمال ده فوق حائط الصد. ايه الجمال ده يا صلاح؟ الله اكبر عليك يا ابني. يا خبره. الله اكبر عليك يا صلاح. يا خبره. ايه الجمال ده؟ لمح ورا البلوك، مفيش تغطيه، حطها لهم، حطها صعبه يعني. بص يا كابتن، بص وطلعته لا حلوه لانه حتى وهو طالع بينط كل الناس قالت لك هيضرب. ريست ايده وريح الكوره. الله اكبر عليك يا صلاح. دي الخبره يا كابتن. سيرفين بس يعدوا بشكل جيد. 17 الاهلي والزمالك قمه نهائي كاس السوبر المصري الاول في تاريخ الكره الطايره، وعبد الله عبد السلام بيلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الزمالك. يا ولد ايوه كده. حائط صد قوي. يلا احنا نخلي بالنا حائط الصد اللي جاي. يلا ايوه تغطيه كده جميله على حائط الصد. وادي احمد سعيد. معلش 18 الزمالك 17 الاهلي. يلا يا رجاله معلش ماشيين نقطه يا كابتن هيثم. الاعصاب بصراحه احنا ممكن يعني نريح نفسنا خالص لو ركزنا في السيرفات بس مفيش ازمه، مفيش مشكله. اكيد اللعيبه هتتدارك كل الاخطاء دي باذن الله. الارسال احمد يوسف نادي الزمالك، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي واعداد لعب سريع بره الملعب. محمد عادل وخارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه التعادل 18. ثالث نقطه لعب سريع في الشوط ده برضو كويس. محتاجين نكتر منه يعني. هو اكيد. بص اللعب السريع ده لازم يكون في كل الماتشات بالذات الاهلي والزمالك. احمد سعيد على الارسال بيلعب ارسال قوي، استقبال بلوك رجاله. يلا عبد الله بصراحه عامل شغل حلو في الدفاع. عديها بس ماشي. بلوك بقى، خد بلوك. اعداد مره ثانيه هناك وحائط صد. يا ولد بيدافع عن الملعب عبد الله تاني. يلا صلاح. يا ولد يا صلاح. يا ولد ايوه. الاهلي ونقطه بيشجع نفسه. كره مهمه. 19 النادي الاهلي، ودي كره مهمه. زي شوف عبد الله بيقول له ايه تاني. عبد الله بيقول له تاني هاي السيرف يا كابتن. السيرف بيشاور على السيرف، يقول له تاني. حلوه من عبد الله. طالع وضارب. بس الاستقبال من جارس يا حدوته. يلا يا رجاله. يلا يا رجاله. مره ثانيه اهو. مره ثانيه، ولكن دي بقى لعبها في الحته الفاضيه. ماشي. محتاجين الاستقبال. 19 مش قادرين ناخد احنا نقطتين 3 ورا بعض. يعني انا بتهيألي من اول الشوط ما خدناش 3 نقط ورا بعض. اخدنا نقطتين لكن ما خدناش 3. يعني ان شاء الله هناخد ان شاء الله. المهم الكره الجايه دي 20
النقطه دي تبقى بتاعتنا باذن الله. يلا يا رجاله. الارسال مع النادي الزمالك 19 محمد المهدي. يلا يا محمد. استقبال النادي الاهلي ضيع الارسال ونقطه. توقيت مهم الحقيقه. طبعا توقيت مهم طبعا. متشكرين يا مهدي. نقطه حلوه. احنا متشكرين لك جدا يعني الحقيقه. نقطه حلوه يعني في نقطه ال20 وكمان خلي بالك كابتن احنا 5 سيرفات في الشبكه يعني كتير يعني فهي الفكره. يلا يا دوله يعني ان شاء الله قوي كده بسم الله ما شاء الله. يلا يا دوله. محمد عادل على الارسال يا ولد يا قوي دوله فعلا. ولد. يلا بلوك يا شباب بلوك يا شباب. ايوه ايه ده؟ ايه يا سعودي ده؟ احمد صلاح وسعودي. ايه يا سعودي ده؟ الاثنين عاملين ثنائي بسم الله ما شاء الله. يلا نقطة 21 فرق نقطتين يا كابتن. يا رب عايزين الثالثة. بص يا كابتن احنا ما جبناش 3 نقاط ورا بعض الشغل. لا محتاجين دي بقى يا كابتن. يعني يلا يا دوله السيرف بتاعك الحلو الجميل. يلا يا دوله. بص عبد الله بيضرب دوله بيقول له يلا. يعني السيرف مهم. تايم اوت يا كابتن. تايم اوت كده اكيد طبعا للكابتن احمد عاشور المدرب العام اللي بيقوم بدور الفني. وادي كابتن خالد العوضي. حوار جانبي كده مع كابتن خالد العوضي. حوار اكيد بمستقبل الرياضه في النادي الاهلي وحواديت كده في المقصوره. مهمه جدا النقطه دي وعشان كده الطلب تايم اوت في نادي الزمالك لان النقطه دي مهمه جدا. النقطه دي تخليك تستوعب اي غلطه ممكن تحصل بعد كده. لما تفرق 3 نقاط هتبقى مرتاح نفسيا شويه في الامتار الاخيره في الشوط. محمد كابتن محمد مين بيسال على حاجه بيسال على حاجه مستقطف او على التغييرات. البلوك يا رجاله بسم الله. يا ولد ايه ده يا ابني؟ شوف اللعبه الحلوه يا كابتن. حتى كابتن محمد مصطفى لما بننفعل بتلاقيه هو منفعل. 22-19 وتقدم فارق 3 نقاط. الواد يعني ما شاء الله عليه قرا اللعب السريع. هي دي يا كابتن هي دي الفكره. قرا اللعب السريع طلع قفل الشبكه بدري. لو طلع متاخر كان الملعب اتكشف يا ولد. محمد عادل دول على الارسال رقم 10 النادي الاهلي. استقبال واعداد وتقدم النادي الاهلي خارج الملعب. ايوه خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي والنقطه 23. لعيبه الاهلي بتقول لي معلش يا كابتن ادي 4 نقاط ورا بعض. انت بتقول نقطتين. طب احنا جبنا لك 4 نقاط. يلا طب عايز 5 و6 بقى يا كابتن. ما هو 5 و6 نخلص. ايوه يا كابتن صح كده. خارج الملعب اهي وحتى المراقب مرافع رايته. ومحمد عادل دوله يلا يا دوله رابع مره. يلا يا دوله استقبال البلوك وحائط صح. ايوه جميل تاني نقطة تاتش نت خطأ على لاعب نادي الزمالك والنقطة 24 ونقطة وينتهي الجيم الأول لصالح النادي الأهلي. ركزنا 3 دقايق بس. سيرف مظبوط بيعدي كويس. بلوكات بتاعتنا. تسلم ايدك يا محمد عادل. تسلم ايدك يا محمد عادل. خلاص بتسهل الدنيا عليك. انما يعني واستوعبنا 5 سيرفات في الشبكه. الله اكبر. والجمله اللي بتتعمل من الاستقبال والاعداد والضرب الصح يا كابتن طبعا لازم تكون قويه. معلش معلش ما فيش حتى سعيد بيقول له ما ولا يهمك. لا كتر خيره. 5 نقاط ورا بعض. 20 ايوه طبعا. هو عايز يغير مش هقول لحد. ما انا بقول لحضرتك الزمالك هو اللي بيغير. نزل رقم 14. انا شفت كابتن ميدو بيغير. الزمالك رقم 14 سيف حسن عامر. الحسيني. الحسيني هينزل اعتقد. هيجيب مين سعيد ولا هيجيب مين؟ هنشوف بس الصوره تيجي. بس انا شفت كابتن محمد صالح ميدو بينادي حد. وعلى فكره سعودي بينزل في التوقيتات دي بيسد كويس قوي ما شاء الله عليه. الحسيني انا اسف الحسيني. سعودي في الملعب. لا حسيني بينزل بيسد في الاوقات دي. ارسال قوي وادي محاوله ثانيه ولا هو يا ولد لسه تاني يا ولد. خلاص شكرا. شفت مين اللي خد الاستقبال اللي فات ده يا كابتن؟ مين اللي خد الاستقبال؟ الحسيني خد الاستقبال. نزل قال لي كابتن مصالح انا نازل اهو هخلص الجيم. يلا الف مبروك. الشوط الاولاني عقبال المباراه. الشوط الاول 5. بص يا كابتن بص الحسيني استقبال بيقول لعبد الله الكره جايه لك هي متصلحه. عبد الله ما كذبش لعبها في مركز 4 حتى للوجي ولوجي لعبها قويه كده ولعبها مره ثانيه حطها في البلوك وجت نقطه للنادي الاهلي. نقطه 25-20 للنادي الاهلي والشوط الاول وهيكون راحه ما بين الشوطين. مع حضراتكم في الشوط الثاني من القمة السوبر المصري بين قطبي الكرة الطايرة الأهلي والزمالك في صالة هيئة قناة السويس بنادي قناة السويس بالإسماعيلية. ونادي الزمالك على ايدك اليمين ونادي الاهلي على ايدك الشمال. والاهلي متقدم 25-20 الشوط الاول. وشفنا
رغم الارسالات اللي ضاعت من النادي الاهلي، ولكن الاهلي تفوق في اعاده ترتيب الصفوف بعد النقطه 19 وقدر انه يتقدم وياخد 25-20. وطبعا بفضل طبعا الضربات القويه من احمد صلاح وحوائط الصد من محمد عادل دوله ومن عبد الرحمن سعودي، وطبعا الاعداد الجيد من عبد الله عبد السلام كابتن الفريق. وادي امامنا جارسيا رقم 11 ليبرو الفريق، وادي عبد الرحمن سعودي رقم 5. ده تشكيل اعتقد نفس التشكيل يا كابتن هيثم، نفس التشكيل بالظبط. في الشوط الثاني هو بيلعب بيه كابتن محمد مصلح ميدو، بيراجع معاه بيراجع التشكيل اهو دكتور محمد منير الحكم الثاني حكم اللقاء عشان يراجع، وعشان الليبرو ينزل ياخد اللعيبه والدورانات. وخرج اعتقد عبد الرحمن. الارسال الاول هيكون مع نادي الزمالك. مع نادي الزمالك احمد يوسف على الارسال. مهم جدا نركز عشان نسهل الدنيا علينا من اول الشوط. طبعا يعني التركيز مهم جدا، نفرق نقطه واثنين وثلاثه واربعه، ايه المشكله؟ نمشي محافظين على فرق عشان يبقى اعصابنا كلها هاديه طول الشوط ان شاء الله. وادي احمد يوسف على الارسال، يلعب ارسال من اعلى، استقبال وحش كده وتخرج خارج الملعب، والنقطه لنادي الزمالك. 1 الزمالك الاهلي شيء. الشوط الثاني امام حضراتكم، مباراه القمه في السوبر المصري الاول في تاريخ الكره الطايره اللي استحدثه مجلس اداره اتحاد الكره الطايره برئاسه المهندس ياسر قمر. بطوله جديده وخارج الملعب من نادي الزمالك، ونقطه التعادل الاهلي 1 الزمالك 1. والارسال انتقل الى النادي الاهلي. نبتدي من دوله محمد عادل دوله على الارسال. فنشنا الدوله وابتدينا بيه يا رب. ارسال من اعلى كده تكتيكي خلف الشبكه يا ولد يا ولد جيد ولا احسن ولا اروع من لوجي وعبد الرحمن سعودي من مركز 4 وبيجيب نقطه تقدم. سعودي ودوله حتى الان بشكل كبير ناجحين كسنتر بلوك يضلموا الشبكه بامانه. طبعا اكيد. الارسال مع محمد عادل دوله. يلا هات لنا كده 5 6 كرات كده يا دوله، 6 نقط ورا بعض كده. ارسال واعداد ومحاوله من نادي الاهلي اهو عبد الله وحائط صد ورجعت مره ثانيه، ولكن في دبل او كره دبل من احمد صلاح، لمس الكره مرتين اتحسبت عليه خطا. وادي التعادل. يمكن الكره عدت لنا سهله بس احنا ما استغليناهاش بشكل جيد. يعني هي كانت جت سريعه يا كابتن، فما لحقش احمد صلاح يلعبها. على الارسال رقم 15 من نادي الزمالك محمد مجدي. يلا يا رجاله. الارسال اللاعب الاهلي منتظرين، وعبد الله بيشاور لزمايله خطه متبعه او موضوعه من مصلحي الميديا محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي. وده هو ارسال طالع وبيعد وبيضرب. حلو. يلا كملوا يا رجاله. ونقطه للاهلي خطا من نادي الزمالك. طبعا الكره زي ما يكون لمسها اكتر من مره، ووقع طبعا محمد اعتقد رضا هيكل اللي وقع. كل ما هنضغط يا كابتن، كل ما هنبقى ضاغطين ومركزين، كل ما